اهلا يا اساطير، ورجعنا لكم النهارده بحلقه جميله جدا من الانمي الحلو بتاعنا يا مورياتي. وما طولش عليكم ويلا نبدا الانمي. بنفتكر مع بعض نيسان وهنسميه من هنا ورايح مورياتي بعد ما لبس هولمز جريمه قتل وخلص على واحد من الاغنياء وكتب جنب الجثه اسم شارلوك. ووقفنا في الحلقه اللي فاتت عند المحقق جيرجسون لما قفش هولمز ودكتور واتسون والمحقق ليستارد وهم قاعدين عند الجثه علشان يعرفوا هو مات ازاي ويقدروا يثبتوا براءته. وبيخبي هولمز ورقة في جيب واتسون وبيغمس له علشان يسكت وما يتكلمش. بعدها بيقبض المحقق جيرجسون على هولمز وبيطلب من ليستارد انه يحطه في العربية علشان يروحوا القسم. وبيخرج هولمز مع ليستارد وبيلاحظ حاجة غريبة في أرض الشارع. فجأة بيطلب من ليستارد يسيبه يهرب علشان يدور على المجرم، وبيوعده ان لما يلاقيه هينسب له كل الفضل وهيقول ان ليستارد هو اللي قبض عليه. بعدها بنشوف ليستارد وهو راكب الحصان ومعاه جيرجسون، ومن ورا راكب هولمز لوحده. فجأة ليستارد بيخلي الحصان يرفع نفسه في الهواء والعربية بتترفع بيهم، فبينط هولمز من العربية وبيهرب. وبيروح هولمز يقابل واتسون تحت الكوبري، وبنعرف ان هولمز كتب لواتسون في الورقة اللي حطها في جيبه ان الضابط هيتعاون معاه وهيسيبه يهرب. وبيقول له هولمز انه مش هيسيب المجرم لحد ما يلاقيه، وبيطلع من جيبه خاتم وبيقول له هو ده اللي هيوصلنا للمجرم، لان الخاتم بتاعه وقع في الشارع قدام القصر بعد ما نفذ جريمته. في الناحية التانية بنشوف المجرم وهو واقف مع ألبرت وبيقول له لازم ارجع الخاتم مهما حصل علشان الجريمة ما تتكشفش. وتاني يوم هولمز بينشر اعلان في الجريدة باسم واتسون بيقول فيه انه لقى خاتم في طريق بريكستون، وبيطلب من صاحب الخاتم يتواصل معاه علشان يرجعه له، وبيكتب عنوانه في اخر الاعلان. وبيقرأ مورياتي الإعلان وهو قاعد مع ألبرت، فبيضحك ألبرت وبيقول له هولمز عايز ينصب لنا كمين. فبيسأله لويس لو متأكد إنه عايز تبعت فريد، فبيقول له مورياتي إنها لعبة ولازم نكملها للآخر. وبنشوف هولمز وهو بيقرأ الخبر مع واتسون وبيقول له إن رمينا الطعم ومش باقي غير إنهم يقعوا فيه. وفجأة بيدخل عليهم أولاد صغيرين وبيقول له جماعة الفريق، وبنعرف إن الولد ده اسمه ويجنز قائد فريق الأطفال في شارع بيكر اللي هو هولمز ساكن فيه. وبيقول لهولمز ان دول اطفال شارع بيكر وشغلتهم بيدوروا على اي حاجة ضايعة منك لانهم عارفين كل حاجة في الشوارع وبيلاقوا اي حاجة ضايعة قبل الشرطة. فبيسألوا واتسون وانت عايز منهم ايه. وبالليل بيخبط الباب وبيفتح واتسون بيلاقي ست عجوزة بتقول له ان خاتم بنتها لوسي ضاع وجاية تاخده، وبتقول له ان اسمها منقوش على الخاتم، وبنتها بتقول ان هو وقع منها في المكان اللي قالوا عليه. وبنتها لسه متجوزة جديد ولو جوزها عارف انها ضيعت الخاتم هيتعصب عليها، فبتصعب على واتسون وبيديها الخاتم وبيسيبها تمشي. وبنعرف ان فريد هو اللي متنكر وعامل نفسه ست عجوز، وبنشوف هولمز وهو ماشي وراه ومخبي وشه. وبيدخل فريد شارع جانبي وبيشوف فريد بعد ما رجع لطبيعته فبيجري وراه في الشوارع الجانبية، لكن هولمز حافظ الشوارع فبيجري وراه فريد من طريق مختصر وبيضربه وبيقبض عليه. لكن فجأة فريد بيقدر يفلت منهم قبل ما واتسون يساعده ويمسكوا معاه. وبيقف مورياتي فوق البيت اللي قدامهم وبيراقب اللي بيحصل كله، وبيسأل واتسون لو الشاب اللي مسكوه هو ده العقل المدبر للي بيحصل كله. لكن هولمز بيقول له لا، ده واحد من رجالته وبالنسبة كبيرة هم عصابة مش شخص واحد، لكن الأهم دلوقتي إننا نلاقي اللي قتل الكونت علشان أقدر أطلع براءة. فبيقول واتسون انه اخدوا الخاتم وده الدليل الوحيد اللي كان معهم. فجأة هولمز بيضحك وبيقول له جريمة القتل اتحلت من بدري، لكن واتسون مش بيفهم وبيسأل لو عارف مين اللي قتل الكونت. فبيقول له هولمز انه عارفه وبيشاور له على مطعم وبيطلب منه يستناه جوه لحد ما يرجع. وبعد شوية هولمز بيشاور لواتسون يخرج له علشان يمشوا. في العربية هولمز بيديله ملف ليستارد بعتهوله، وبنعرف ان هولمز طلب من ليستارد يدور له في تاريخ الكونت ويعرف كان بيعيش حياته ازاي. وبيكتشف ان الكونت كان ليه علاقات محرمة كتير الا واحدة بس هي اللي حبها فعلا اسمها لوسي فرير، لكن لوسي كانت متجوزة واحد اسمه جيفرسون. وبعد ما عرف فخلص عليها. وبيسأله واتسون لو جيفرسون هو اللي خلص على الكونت دريبر، فبيقول له ايوه. وبيسأله واتسون وده هنوصل له ازاي، فبيقول له هو اللي سايق العربية اللي احنا راكبينها دلوقتي. وبيعلي هولمز صوته وبيقول له كلامي صح يا جيفرسون. فبيبتسم جيفرسون وبيقول له ما توقعتش انك هتقدر تكشفني بالسرعة دي. فبيسأله واتسون وعرفت انه جيفرسون ازاي، فبيقول له اول دليل كان الخاتم، والدليل التاني كان فيه آثار كاوتشات العربية في الشارع لأن عربيات الأغنياء بتبقى 4 عجلات وحصانين،
لكن الفقراء بيركبوا عربية بعجلتين وحصان واحد وكاوتشها ضيقة. بعد الجريمة جيفرسون كان بيروح ويجي قدام البيت كتير علشان يتأكد إن محدش اكتشف جريمته. عشان كده طلب من الأولاد في الشوارع يدوروا على شخص جسمه ضخم وصوابعه عريضة وبيسوق عربية، وراح البيت رقم 3 يوم الجريمة. والأولاد دوروا على المواصفات دي لحد ما لقوا جيفرسون، وبيسأله هولمز ليه نفذت جريمتك بالعشوائية دي؟ فبيقول له معاك حق، كان المفروض أنفذها بدقة أكبر، لكن لما دخلت على دريبر المكتب الدم جرى في عروقي وما حسيتش بنفسي غير وأنا بضربه بالنار بشكل عشوائي. فجأة بيعرض جيفرسون على هولمز إنه يعمل معاهم صفقة، وبيروحوا لمكان فاضي وبعيد، وبنشوف جيفرسون وهو بيخرج مسدس من جيبه. فبيطلع واتسون مسدس بسرعة، لكن هولمز بيمسك ايده قبل ما يضربه بالنار. وبنعرف ان جيفرسون مش بيطلع مسدس علشان يخلص عليهم، لكن عايزهم هم اللي يخلصوا عليه. وبنشوف جيفرسون وهو بيكح دم وبيقول له ان مش باقي له وقت كتير لحد ما يموت. فجأة بيلمحوا فريد وهو واقف فوق بيت بيراقبهم ومخبي وشه. فبيسأله هولمز مين ده؟ فبيقول هو ده اللي رجع لي خاتم لوسي مراتي، والشخص ده وعني انكم لو خلصتم عليا فهيقول لك على اسم الشخص اللي بتدور عليه، وليه اسم شهرة وهو المحسن. وبيقول له جيفرسون ان المحسن بيحترم هولمز واذكى مما يتخيل، علشان كده خلاني اكتب اسمك جنب الجريمة علشان يشوفك لو تقدر تحل القضية. فبيسأله هولمز وايه الهدف من كل ده؟ وبيفتح جيفرسون دراعيه وبيقول له تقدر تسأله بعد ما تخلص عليا. لكن هولمز بيقول له لو خلصت عليك ده معناه اني هلبس الجريمة. فبيقول له جيفرسون ما تقلقش، بعد ما تخلص عليا هيبعت حد للاسم يعترف ان هو اللي عمل كده وهيطلعك منها. فجأة بيوطي هولمز وبياخد المسدس وبيصوبه ناحية جيفرسون، لكن واتسون بيحط مسدسه على دماغ هولمز وبيقول له ما تخلصش عليه علشان ما توديش نفسك في داهية. وبيحاول واتسون يهدده انه لو قتل جيفرسون مش هيسيبه، لكن هولمز مش بيهتم بيه وبيضرب طلقة. لكن هولمز ما بيضربش الطلقة على جيفرسون وبيضربها تحتيه. فبيسأله جيفرسون ما ضربتنيش ليه؟ واضح انك مش عايز تحل اللغز. فبيضحك هولمز وبيقول له لو حللت لي اللغز فالمتعة هتروح ولازم انا اللي احل اللغز بنفسي. بعدها بيحط الكلبشات في ايد جيفرسون وبياخدوه وبيطلع على اسم الشرطة. وبنشوف هولمز وهو داخل الاسم وبيقدم لهم جيفرسون وبيقول لليستارد وفيت بوعدي معاك وجبت لك المجرم زي ما قلت لك. وتاني يوم بنشوف مورياتي واصحابه قاعدين مع بعض وبيقول لهم البرت واضح ان هولمز ذكي فعلا ويقدر يحل القضيه، والذكاء الاكبر انه عارف ان اللي نفذوا العمليه شخصين مش شخص واحد، وواحد فيهم خطط والتاني نفذ. فبيقول له مورياتي ان هو كان عايزه يعرف هل هو ذكي فعلا ولا لا، ومن هنا ورايح هو اللي هيحقق في كل الجرائم اللي هنعملها في لندن، وده يخلينا نتشهر اكتر الفترة الجاية. وتاني يوم بيصحى هولمز على كابوس وبيشوف فيه نفسه وهو بيخلص على جيفرسون لما وجه السلاح ناحيته. وفي الجنب التاني بيكتب واتسون في مذكراته ان بعد ما هولمز قبض على المجرم اللي خلص على الكونت درايفر الصحف والجرائد كلها اتكلمت عنه واتشهر في المدينة كلها، وناس كتير بقوا يروحوا له البيت علشان يحل لهم مشاكل في حياتهم وقضايا الشرطة مش عارفة تحللها. وبالرغم ان عددهم كان كبير الا ان هولمز كان بيساعدهم كلهم وهو مبسوط، لكن واتسون كان ملاحظ ان هولمز اغلب الوقت بيسرح وبيفكر كتير وباين عليه انه زعلان من حاجة ومش قايل لحد عليها. بعدها بنشوف هولمز وهو نايم على الكنبة بيقول له واتسون انه حاسس بملل شديد اغلب الوقت. فبيستغرب واتسون وبيقول له ازاي حاسس بالملل وانت طول الوقت شغال تحل قضايا الناس؟ لكن هولمز ما بيكونش عايز يحل القضايا البسيطة بتاعت الناس وعايز يشغل نفسه بقضية كبيرة يطلع فيها قدراته الكبيرة. وبنعرف ان هولمز لسه بيفكر في الشخص اللي كتب اسمه في مسرح الجريمة درايفر وبيتحداه طول الوقت، والعقل المدبر اللي كان بيخطط لجيفرسون ويحركه زي ما هو عايز لدرجة انه اقنعه ويخلي هولمز يخلص عليه. وبيطلب هولمز من واتسون يسيبه لوحده شوية ويحركه زي ما هو عايز لدرجة انه اقنعه ويخلي هولمز يخلص عليه. وبيطلب هولمز من واتسون يسيبه لوحده شوية وبيقف يعزف على الكمان وبيولع سيجارة وحطها على الطفاية علشان تخلي الأوضة كلها دخان، وده بيساعده في التفكير. وبيفتكر هولمز كلام جيفرسون وهو بيكلمهم عن مورياتي وبيفضل يعزف على الكمان لحد ما الأوتار بتتقطع بسبب الدخان، بتجيله هلاوس وبيشوف جيفرسون واقف قدامه فبيخرج مسدسه وبيضرب عليه نار. في الدور الأول بتسمع هادسون صاحبة البيت وواتسون صوت الرصاص، فبيجروا على الشقة بيلاقوا هولمز قاعد على الكرسي حاطط ايده على راسه والمسدس قدامه على الأرض. لكن صوت الطلقة بيوصل للشارع فبيطلع ليسترد يطمن على هولمز وهو حالق نص دقنه وبيسأله هو اللي كان بيضرب نار. فبيقول له هولمز انه ضرب نار عشان عايز يقابله، هو عارف ان هو عند الحلاوة واول ما يسمع صوت الرصاص هيجي يطمن عليه.
هولمز بيكون عايز يحل أي قضية كبيرة علشان يقضي على المال اللي عنده، فبيسأل ليسترد لو في حد من الأغنياء مات في ظروف غامضة الفترة دي، فبيقول له ليسترد إن في رجل أعمال اسمه ريتشارد مات جنب بحيرة يوريك، ولقوا رسالة في بيته كاتب فيها إن هو هيخرج يتمشى في وقت متأخر بالليل، هو في طريقه لحد البحيرة ومات هناك، وتاني يوم الشرطة لقت جثته، وبيتحمس هولمز وبيطلب من ليسترد يخرج معاه علشان يعرفوا هل مات علشان تعبان ولا مات في جريمة قتل. وبيطلع هولمز ومعاه واتسون وليسترد وبيروحوا المدينة اللي مات فيها ريتشارد بالقطر، وهناك بيعرف ليسترد المكان اللي مات فيه ريتشارد من ضابط الشرطة اللي في الشارع، وبيوصلوا للبحيرة فبيسأل هولمز عن المكان اللي لقوا فيه الجثة، فبيشاور له ليسترد ناحية شجرة وجنب البحيرة، وبيبدأ هولمز تحقيقه وبينزل على الأرض وبيفضل يشم في مكان الحادثة، وبيرجع هولمز لمحطة القطر وهو زعلان علشان ريتشارد مات وهو تعبان وما ماتش في جريمة قتل.